على فكرة، مفيش داعي تعيش كل يوم محاصر بأفكار سلبية أو أسير لمشاعر مش عارف حتى جاية منين. في الجزء ده من كتاب Feeling Good لديفيد بيرنز هنعرف إزاي نهزم التشوهات المعرفية، واللي هي عبارة عن أنماط التفكير الغلط اللي بناخدها كمسلمات وبتدخلنا في دوامة التفكير السلبي. هنتعلم كمان تمارين عملية تقدر تطبقها فوراً، توقف بيها الدوامة دي وتفهم مشاعرك وتوازن إحساسك خطوة بخطوة. حتى لو ما شفتش الجزء الأول عادي جدا، هتقدر برضو تتابع وتستفيد، بس لو شفته هيكون أفضل لأنك هتفهم أعمق وتطبق أسرع. يلا بينا نبدأ. واحد، لاحظ أفكارك كأنك بتشوف فيلم. الفكرة هنا إنك تبدأ تلاحظ إزاي دماغك بتشتغل. كل مرة إحساس سلبي يجيلك خد نفس، وبدل ما تندمج فيه اسأل نفسك: هو الإحساس ده جه من الموقف ولا من تفسيري أنا للموقف؟ تخيل إنك بتتفرج على فيلم اسمه أنا ودماغي. الأفكار والمشاعر بتعدي قدامك على الشاشة وإنت اللي ماسك الريموت. الفكرة اللي مبنية على واقع خليها، وأي فكرة طالعة من مبالغة أو تخمين أو تشوه معرفي دوس سكيب على طول. بيرنز بيقول مجرد إنك تلاحظ الفكرة المشوهة ده كفاية علشان يضعف قوتها. يعني أول ما تقول لنفسك أهو ده تفكير أبيض وأسود، العقل بيهدى والمشاعر بتهدى معاه. ابدأ دون التشوهات اللي بتقع فيها، لأن كل مرة بتمسك واحدة منهم أنت فعليا بتنتصر على سلاح كان بيأذيك وأنت مش واخد بالك. اتنين، العلاج العملي اللي ممكن يغير حياتك. دي الطريقة اللي بتخلي عقلك يسمع لك بدل ما انت اللي بتسمع له طول الوقت. كل مرة تحس انك متضايق او مكتئب او قلقان، بدل ما تغرق في الإحساس خد ورقة واكتب 5 حاجات بالترتيب ده. واحد، الشعور اللي حاسس بيه دلوقتي. اتنين، الفكرة اللي وراه بالظبط. تلاتة، نوع التفكير الغلط اللي في الفكرة من التشوهات المعرفية اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. أربعة، الدليل الحقيقي ضد الفكرة دي. 5، الرد المنطقي الجديد اللي المفروض تصدقه بدل القديم. الكتابة هنا هي اللي بتفصل بينك وبين العاصفة اللي شغالة في دماغك. طول ما الفكرة جوه دماغك شكلها ضخم ومخيف، لكن أول ما تطلعها على الورق بتشوف حجمها الحقيقي صغيرة وغالبا مش منطقية. زي مثلا واحد نسي يبعت إيميل مهم في الشغل، يمسك ورقة ويبتدي يكتب: واحد، الشعور اللي حاسس بيه ذنب وضيق وإحساس إنه مهمل ومش مسؤول. اتنين، الفكرة أنا إنسان مهمل ودايما بغلط. تلاتة، التشوه اللي في الفكرة تعميم مفرط، غلطة واحدة مش معناها إهمال دايم. أربعة، الدليل الحقيقي ضد الفكرة أنا في العادي ملتزم ومش متعود أنسى. 5، الرد المنطقي الجديد أنا مش مهمل، دي بس غلطة بسيطة بتحصل لأي حد، ومن بكرة هراجع الإيميلات آخر كل يوم. النتيجة، الإحساس بالذنب بيختفي ويتحول الندم لطاقة تصحيح. كرر التمرين ده في كل مرة الإحساس السلبي يهاجمك، ولاحظ بعد فترة إزاي دماغك تبدأ تراجع نفسها تلقائيا من غير حتى ورقة. ساعتها تكون وصلت للمرحلة اللي العلاج بيسميها إعادة برمجة التفكير. 3، واجه المخاوف الصغيرة واحدة واحدة. لما تجيلك فكرة سلبية ما تصدقهاش على طول، اعتبرها فرضية محتاجة اختبار وإثبات. يعني مثلا دماغك قالت لك لو طلبت مساعدة أكيد هيتضايقوا مني، جرب خطوة بسيطة تختبر الفكرة دي. اطلب المساعدة فعلا وشوف إيه اللي هيحصل. سجل النتيجة وشوف بنفسك إن غالبا الواقع أبسط وأهدى بكتير من اللي أنت كنت متخيله، وساعتها الأفكار السلبية هتبدأ تفقد قوتها. التمرين ده مش بس بيخفف القلق والإحباط، لكنه كمان بيعلم دماغك درس مهم: كل فكرة قبل ما تكبر لازم تختبرها وتتحقق من صحتها. 4، أنت الدليل ضد التهمة. لما دماغك تأكد لك إنك مش هتقدر ما تستسلمش ليها على طول، اعتبر الفكرة دي تهمة وانت المحامي اللي لازم يقدم الدليل ضدها. يعني مثلا دماغك قالت لك انا مش هقدر اقدم البرزنتيشن ده قدام التيم كله في الاجتماع، فبدل ما تقلق او تنسحب تماما اكتب على ورقة مواقف مشابهة نجحت فيها قبل كده قدام ناس، المهارات اللي عندك دلوقتي اللي ممكن تساعدك تقدم البرزنتيشن ده. خطوة صغيرة ممكن تعملها دلوقتي زي تحضير سلايد واحدة بس، أو إنك تتدرب قدام المراية مثلا
بعد ما تعمل الخطوة دي لاحظ الفرق فورا. الإحساس بالقلق بيخف، دماغك بتبدأ تشوف القدرة بدل الفشل. التمرين ده بيعلم دماغك درس كبير: كل فكرة سلبية محتاجة تتقارن بالواقع، ومع كل مرة تعمل التمرين ده ثقتك بنفسك بتزيد، ومشاعرك السلبية بتتوازن بشكل طبيعي في ضوء الحقيقة. 5. غير السلوك يتغير الإحساس. بيرنز بيقول إن العلاج الحقيقي مش إنك تفكر صح وخلاص، لكن إنك تبدأ تعمل حاجة صح فعلا. عقلك ممكن يقولك استنى شوية، أول لما تتحسن هتقدر تبدأ، بس الحقيقة إن العكس هو اللي بيحصل. المزاج ما بيتظبطش قبل الفعل، المزاج بيتظبط بسبب الفعل. يعني لو قاعد على السرير ومحبط، كل دقيقة بتعدي عليك وانت سايب نفسك كده، عقلك بيفسرها كدليل إنك أنت عاجز. بس أول ما تتحرك، حتى حركة بسيطة زي إنك تقوم تمشي، تفتح الشباك، أو توضب سريرك، تكلم صاحبك، المخ بيبتدي يفرز كيمياء مختلفة تماما: سيروتونين، دوبامين، الإحساس بالتحكم. بيرنز بيسمي ده السلوك العلاجي. يعني بدل ما تستنى الشعور يتغير علشان تتصرف، أنت بتتصرف علشان الشعور يتغير. الفعل مش نتيجة الشعور، الفعل هو العلاج للشعور. كل مرة تختار تعمل خطوة رغم الإحباط، أنت بتعلم دماغك درس جديد: إن الإحساس مش هو اللي بيمشيك، أنت اللي بتقوده. يا ترى إيه أكتر تمرين عملي في الفيديو حسيت إنه ممكن يفرق معاك فعلا؟ اكتب لي في التعليقات أنهي تمرين ناوي تطبقه من بكرة، وقد إيه متوقع إنه ممكن يغير إحساسك فعلا. تعرف إن النوم مش بس للراحة، ده كمان بيأثر على ذاكرتك، مناعتك، طاقتك، وحتى عمرك. ما تفوتش الحلقة الجاية اللي هنفهم فيها مع بعض أسرار النوم اللي بيكشفها كتاب Why We Sleep، أو لماذا ننام، لماثيو ووكر. سلام.